إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا اليوم عن الإجازة أو ما يعرف بالعطلة، وعن أهمية الوقت. في فصل الصيف يحلو للموظفين أخذ الإجازات بعد تعب وعمل وجد في العام، وكذلك الأولاد والشباب بعد سنة دراسية فيها من السهر والتعب والمشاقة يحصل بهم أن يكون لهم وقت استجمام ووقت راحة. ولكن الإسلام دين في كل أحوالنا، دين شامل في أوامره لكل مناحي حياتنا. فلا يمكن للإنسان أن يقول أخذت إجازة عن الصلاة، وأخذت إجازة عن التحرز عن المحرمات كما سنذكر في الخطبة الثانية. ولذلك لا بد أن نذكر دائما بأهمية الوقت. وقتك هو حياتك، وقتك هو حياتك. إذا ضيعت وقتك فإنك تضيع حياتك. وكم هو جميل قول الحسن البصري حين قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام. حياتك هذه أيام. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. ولذلك كثير من الناس ممن ابتلوا بالغفلة لا يستفيقون إلا وبساط الوقت قد سحب من تحت أرجلهم. ضيعوا شبابهم وضيعوا أوقاتهم لا في عمل صالح ولا في علم نافع ولا في مباح بين أهله وأولاده، والله المستعان. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من تضييع الأوقات، فقد قال كما روى البخاري في صحيحه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لا يستشعرون أهمية هاتين النعمتين. مغبون له تلك النعمة ولكنه لم يحسن استغلالها. ما هي هذه النعم يا رسول الله؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. تجد الإنسان حين يكون صحيحا
شابا يلهو ويعربد في الدنيا، لا صلى صلاة ولا تطوع بالعبادات ولا قرأ القرآن، فإذا كبر وانحنى الظهر وخانته ركبتاه وضعف البصر يتمنى لو أن له صحة فيقوم بالليل، يتمنى لو أن له صحة فيصوم بالنهار، يتمنى لو أن له بصر يستطيع به قراءة القرآن. ولا تحين مندم، فات الأوان، مغبون هذا الإنسان، ضيع صحته حين كانت عنده ويتمناها حين فقدها. ومن النعم الفراغ، تجد الإنسان له فراغ في الوقت، في عطلة، في إجازة، تجده يقول كما يقول بعض العرب: نقتل الوقت، لا يجد ما يملأ به فراغه. فإذا ذهب ذاك الفراغ وجاءه الشغل وكثرت عليه المسؤوليات، يقول: يا ليتني في صغري حفظت القرآن، يا ليتني في صغري تعلمت مهارة من المهارات، يا ليتني في صغري تعلمت حرفة من الحرف. ولا تحين مندم، ولا حين مندم. وأعظم الندامة هي يوم القيامة، يوم الندامة حين يقول الإنسان يقف بين يدي الله فيرى بضاعته مزجاة فيقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ضيعت وقتي، يا رب ارجعني إلى الدنيا فإني أعاهدك أن لا أضيع وقتي مرة أخرى. كلا، هذا هو الجواب. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله سبحانه وتعالى حين ينادي أهل النار ويطلبون الرجوع حتى يحسنوا العمل فيما أساءوا، يقول الله عز وجل لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعطي لكم شبابا وصحة وعافية، لماذا فرطتم فيه في هذه الدنيا؟ فيا عباد الله، أيها الإنسان، لا تغتر بشبابك، وإياك أن يمر عليك الشباب دون منفعة في دينك أو في دنياك، دون أن تتعلم شيئا عن دينك أو في دنياك. لا تكن سبهللا كما قال عمر بن الخطاب: لا يعجبني الرجل سبهللا، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من دنياك ومشاقها ومتاعبها فانصب، اتعب في طاعة الله. لماذا نتعب في طلب الدنيا خاصة في هذا الزمان؟ نسأل الله عز وجل أن يفتح على الآباء وما عليهم من مسؤولية لقمة الحلال تجاه أولادهم. تجد الإنسان يعمل ليل نهار، يطلب القوت ليل نهار، حتى إذا دخل إلى البيت نام كالسكران تعبا مرهقا. لماذا لا نتعب؟ هذا تعب على الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لماذا لا نتعب على الآخرة، على جنة عرضها السماوات والأرض؟ لماذا لا نتعب على جنة
إذا أغمس فيها الإنسان غمسة نسي أهوال الدنيا ومشاقها وأتعابها. فينبغي للإنسان أن يستحضر هذا المعنى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له: يا ابن آدم إني يوم جديد، إني يوم جديد، وعلى عملك شهيد، وعلى عملك شهيد، وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليك أبدا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. سنسأل يا عبد الله، هل تفكرت أنك ستقف بين يدي الله وستسأل؟ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، حياتك وش دك بيها، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. شبابك، صحتك، كي نقول الشباب نقول القوة، نقول المال، نقول الفطنة، نقول الشجاعة، نقول الإقدام. ماذا عملت بشبابك؟ في وجه قضيت الشباب بتاعك؟ وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مش المهم أنك تعلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإن ارتحل. إنما القصد من العلم العمل، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر الذي رواه الحاكم وهو في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه: اغتنم 5 قبل 5. اغتنم أي لا تضيعها، واغتنم منها ما يفيدك في دينك ودنياك. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. اغتنم شبابك يا عبد الله في علم نافع، في عمل صالح، في إسداء خير، في قضاء حوائج الناس، وأولهم أرحامك وأولاهم والديك. شبابك قبل هرمك. يؤسفني كثيرا حين يأتي السائل ويسأل وأنت تعرف أن شبابه كان تسكعا، وكان لهوا، وكان ربما مجونا، ولم يتب إلا بعد أن احتاج دواء الظهر، والحمد لله أنه تاب. يسأل يقول: لا أستطيع الصلاة إلا على الكرسي. والله أعلم من الناس من صلى ما يزيد على 60 و70 سنة قائما، فلما مرض وأراد أن يصلي جالسا لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، بكى بكاء مريرا، لم يتقبل، لأنه لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض لله سبحانه وتعالى. هذه نعمة لا يستشعرها إلا من فقدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك،
وحياتك قبل موتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وإخوانه ومن بآثاره اقتفى. عباد الله، على أن الإسلام لا يرى حرجا في أن يروح الإنسان على نفسه بشيء من المباح، فإن كما قال علي بن أبي طالب فإن القلوب إذا كلت ملت، أو إذا ملت كلت، وإذا كلت عميت، فلا بد لهذه القلوب أن تستروح. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بينهم فكاهة، وكان بينهم مزاح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا كما جاء في الآثار، فلا غضاضة في ذلك. وإن كان قد تعلمنا في صغرنا من مشايخنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم، علمونا في الصغر في حلقات العلم قاعدة كانوا دائما يقولون لنا: راحة الرجال في تغيير الأعمال، ليس في العطالة والبطالة، وإنما في تغيير الأعمال، في كسر الروتين. فقلت: لا غضاضة في أن يرتاح الإنسان. وفي هذه الخطبة بعض النصائح والملاحظات في فصل الصيف. أولا، صلاتك يا عبد الله ما يمكنش تدي عطلة على الصلاة، ما يمكنش تدي إجازة على الصلاة. صلاتك لحمك ودمك، ما هوش معناها لما تروح مثلا لشاطئ البحر ولا الغابة مع أولادك أو أي مكان أنك تبطل صلاتك وتخرجها على وقتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصلاة تصلى في أي مكان إذا حضر وقتها أو إذا حضر وقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، من هذا الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كنت على شاطئ البحر وتصلي، صلي جماعة في البحر، صلي مع إخوانك مع جيرانك. وهنا ما يمكنش تصلي في شواطئ مكشوفة فيها العورات. لذلك ماشي معناها أنه يجوز أن تستروح على نفسك، تدي أولادك تمرضهم وتمرض نفسك بالمناظر المحرمة في الشواطئ. فاتق الله عز وجل في أولادك وفي نفسك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فعلى الإنسان أن ينتقي المكان النقي الذي يستطيع أن يستروح فيه هو وأهله، وإن كان صعبا في هذا الزمان. فهذه النقطة الأولى: حافظ على صلاتك. أما النقطة الثانية فهي ما جاءنا وما ابتلينا به في هذه الأيام من كشف العورة للشباب بغير معنى وبغير سبب. الآن بعض الشباب يرى الموضة أنه يلبس القصير، يكشف على الفخذ نتاعه وعلى الركبة نتاعه. عجيب والله، موضة شابة والله ما راهي شابة. صاحب الذوق، بلما نتكلموا الحلال والحرام، صاحب الذوق يشوفها بأنه ما هي شابة. الشيطان عمله الأول مع إبليس
ليكشف عورة آدم، أو عمله الأول مع آدم وحواء ليكشف العورة. وقرأ القصة كاملة في سورة الأعراف ليريهما من سوآتهما. فلماذا تكشف عورتك؟ لم أجد جوابا مقنعا في هذا إلا التقليد الأعمى. قال والله راهي الموضة الآن الحطة واللي يعرف يلبس هو يكشف عن الفخذ نتاعو. رسولك وحديثك يقول غط فخذ، إن الفخذ عورة، إن الفخذ عورة. في الحي نتاعك والأدهى والأمر الدابة ذوي الماء وحتى في الشاطئ. وعلاش يجوز لك لما تروح تستجم في البحر تكشف عن العورة نتاعك؟ أبدا. هل يجوز للمرأة أنها تروح تستجم مع أهلها حتى مع أهلها وزوجها ووليدها أنها تكشف عن العورة نتاعها؟ أبدا. تتخفف من لباسها؟ أبدا. عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه. والذي عليه كثير من العلماء أن السرة والركبتين من العورة، أن السرة والركبتين من العورة. نذكر هذه الأحكام الفقهية على المنبر حتى ما يجيش إنسان يقول لك أنا ما عرفتش، سمعت باللي راهم يقولوا باللي عورة الإنسان كذا. تستروح ترتاح، لا أن تعصي الله عز وجل. احنا ما أمرناش الله عز وجل وما نبهناش الله عز وجل أنه نرتاح بالمعصية. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند ابن ماجه وهو في الصحيحة عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العورات ما نأتي منها وما نذر، وين يجوز لنا نكشف العورات نتاعنا وين لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. أو يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك من الإمام. حتى مع أولادك لا، حتى مع خالتك لا. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، إذا كنا مع الناس ونعرف لباسهم آنذاك ماهوش كما لباسنا، يقدر الإزار نتاعو يتحل، يقدر كذا، يقدر. فقال: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. يعني أعمل جهدك أن العورة نتاعك ما يشوفها حتى واحد. وهذا هو الرجل، وهذه من صفة الرجولة. قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، إذا كنت وحدي، يعني هل يجوز لي نكشف العورة نتاعي؟ إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. لذلك العلماء لم يبيحوا كشف العورة في الخلوات إلا في قضاء الحاجة وفي الاغتسال وما له من ضرورة عند الطبيب وما يقاس عليه. أما أنك تكشف العورة نتاعك في الشارع تلقاه في عمره 45 سنة 50 سنة وكاشف على الفخذ نتاعو يظن بأنها الحطة والموضة، عجيب والله. لو كان نقراو على سلف الأمة لما يوصلوا 40 و 50 سنة، كم رجل من السلف لما يوصل 40 سنة مازال نتزوج، لما يوصل 40 سنة يطبق فراشه، يبدا يشيل يطبق فراشه في راس الرقاد أيام الليل، في أي لحظة تقدر تجيني ساعتي. حنا يقول في عمره 70 سنة
مسكين صغير. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. كذلك مما نذكر من الملاحظات على عجل السهر. يسهر وما ينوضش يصلي صلاة الصبح. عجيبة والله. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: لا خير في شغل يلهي عن صلاة الصبح. لا خير في شغل يلهي عن صلاة الصبح. يعقب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: ولو كان قياما لليل، ولو كان قياما لليل وطلبا للعلم. أنا تلقى الشباب أمام بيوت الناس يزعجون الجيران ويؤذون الجيران، يتفاكهون ويتضاحكون ويتمايلون ويلعبون، وربما يتعاطون المحرمات، يؤذون أنفسهم ويؤذون خلق الله. ربما جارك عنده مريض لازم يخرج ويقول لك: يا فلان اسمح لي، عندي أمي راهي مريضة، ولا أنا راسي راه يوجعني لازم نرقد بكري، ولا عندي شغل لازم نرقد الصبح، أنا حاب نرقد بكري. جارك إذا لم تحسن إليه لا تلغيه. وهنا يجرون الكلام إلى الآباء، ونقولها بالدارجة حتى نفهم بعضنا. شدوا ولادكم. عجيب والله. احنا الجيل بتاعنا اللي ربما والدينا ولا بعض منهم ما قرا مكتب، ولكن مستحيل بعد المغرب تخرج الا لما بدينا نكبروا شويه نصلوا في المسجد ونرجعوا. لعب. انت تلقى دراري تاع 10 سنين واقل من ذلك 12 تاع الليل يلعب، يبدو في جيرانهم. وش رانا نربوا؟ وش من جيل رانا نحوس نخرجوا؟ ويجرون هذا إلى الكلام ودائما مع الأولياء والآباء والأمهات على تفقد الأولاد. أطفال عندي وقت فارغ كبير، أعرف الله يروح، أعرف نعم الله يمشي، أنت مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حوس على وليدك مع الله يدور، مع الله يتعامل، باش حتى تفيق له بعد كذا من وقت أنه تعاطى أمور لا سمح الله عز وجل ما تليقش، أو عرف أمور كنت أنت تبعدها عليه، والصاحب ساحب. فيا أيها الآباء اعتنوا بهذا الجيل. احنا رانا نقول الواقع مرير وكذا، هذا الواقع المستقبل إنما نسمعه بتربية هذا الجيل، بتعليم هذا الجيل. لماذا مثلا؟ ونعلم بأنه ربما كان فيكم يضحك داخل، وهذا من الأمور المهمة والضرورية جدا في تربية الجيل. علاش ما نعلموش أولادنا المطالعة؟ الدول اللي نقولوا عليها متقدمة ماديا وليس حضاريا أبدا، هذا الدول في تكوينها للنشء وللإنسان، روحوا شوفوا شحال من صفحة لازم يقراها الطفل من صغره، من صفحة يقراها ويدرج به من البسيط إلى المعقد كما يقال في التربية. ونعرف بالمطالعة الموجهة تزيد من الثروة اللغوية، والازدياد في الثروة اللغوية يزيد في الذكاء وحدة التفكير وغير ذلك من الدراسات المعروفة. ولو وليدك باش تتهنى منه اعطي له التليفون، اعطي له التليفون وخليه يلعب ويدخل وين حب ويسرح وين حب، حتى يخرج جيل ما عرفناش كيفاش ننصحوه، ما عرفناش كيفاش نوجهوه، والله المستعان. فهذا الصيف قد أقبل، وهذه
الإجازة قد أقبلت، فحافظوا على أولادكم. نعم، تستروح استروح، تستريح استريح، لا تعطل أحكام الله. لا يصير الحلال في العطلة أو الحرام في العطلة حلالا. لا يمكن لك أن تأخذ عطلة عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن الأذكار وعن الصدقة وعن ستر العورة وعن غض البصر وعن عدم سماع الحرام من غيبة ونميمة وغناء فاحش وغير ذلك. فحافظوا على أنفسكم وحافظوا على أولادكم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما علمنا وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن علمنا ولمن له فضل علينا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم اقتلهم بأسلحتهم، اللهم اقتلهم بأسلحتهم. اللهم فرج شملهم اللهم فرج شملهم وشتت جمعهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة والسودان وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم يا رب العالمين، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم سدد رأيهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم تقبل جهادهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم ومكنهم من رقاب أعدائنا وأعدائهم. اللهم تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، آوي مطارديهم، فك قيد أسراهم يا رب العالمين. اللهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم فرجا عاجلا غير آجل. اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا، ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، وردنا وأمتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك